من أجمل الفيديوهات اللي أنا ممكن أكون سجلتها في حياتي كلها بجد. عايزة أوريكم الجامع الأزهر، ودي اسمها الجوهرة، المدرسة الجوهرية. شوفوا جمالها وشوفوا الطراز المعماري وشوفوا الحاجات الحلوة وشوفوا. أنا خلاص هخرج من الكادر وعايزة أوريكم الجمال بتاع المكان. انا مش عايزه انا اللي ابان، لا انا عايزه اوري المكان نفسه قد ايه هو رائع. نفسي اخد شايفين العماره، شايفين التراس، شايفين الجمال. شوفوا هذا المكان الرائع. شايفين هذه هي المدرسة، تسمى بالمدرسة الجوهرية، وهي في داخل الجامع الأزهر، من ضمن الحجرات والقاعات الدروس اللي بناخد فيها دروس الجامع الأزهر. ويعني دي لما سمحوا لنا ان احنا ندخلها، ما كانش مسموح لاي حد انه يدخل الاماكن دي اللي كانوا بيدوا فيها الدروس، ومن ضمن الاروقه الموجوده في الجامع الازهر. ده من ضمن الاروقه، اسمها المدرسه الجوهريه. خليكم حافظين الاسم، لانكم لما تيجوا ممكن تدخلوا، هو اول يمين في يمين لما تدخلوا عند مكان الرجال، فهتدخلوا يمين في يمين هتلاقوا قاعة كده فيها كام سلمة هتدخلوا، هي دي. ناس كتير بتيجي بتزور وتمشي أو بتيجي تتفرج وبتاخد فكرة عن الأماكن. فأتمنى إن كل الناس طبعا تيجي وتشوف جامع الأزهر العامر. يعني بارك الله في شيخنا الفاضل الدكتور أحمد الطيب وكل القائمين على الرواق الأزهري، الرواق الشرعي، اللي بيدرسوا لنا العلوم الشرعية وبيفتحوا عينينا على حاجات احنا لم نكن نعلم عنها شيئا، او انا بقولها انهم ازالوا عننا الجهل. فعلا اللي مش عارف علوم شرعية ومش عارف دينه هيكون جاهل مهما حصل من العلوم، مهما اخد شهادات، مهما عمل دكتوراه وابحاث كل ده جميل، كل ده جميل للدنيا، لكن فين للدين بقى وللآخرة؟ ها؟ يعني أتمنى إن ربنا يا رب يعلمنا من علمه ويفهمنا من فهمه، ويا رب ينفع بينا يا رب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. شايفين الجمال بتاع المكان؟ شايفين؟ نفسي أوريكم كل الأماكن، نفسي أوريكم المكان كله كله كله، بجد حاجة رائعة، حاجة رائعة. حتى في بصوا بيبان صغيرة داخلة على المكان اللي فيه دورة المياه، ولكن معمول مش بس بشياكة، لا هو معمول بجمال. شوفوا ده مكان سيدنا أو شيوخنا الأفاضل اللي بيجلسوا عليه، هذا المكان. اللهم علمنا من علمك وفهمنا من فهمك يا رب. اللهم أدم علينا الأزهر الشريف يا رب. اللهم أدم علينا نعمة النزول والمجي للأزهر يا رب. يا رب دمها علينا نعمة يا رب، يا رب دمها علينا نعمة يا رب، واحفظنا يا رب، احفظ بلدنا وولادنا يا رب، يا رب، يا رب. باقي أيام قليلة على الشهور العظام، فندعو كلنا إن شاء الله. وبيقولوا سنة، أيام ربنا كلها خير طبعا، كل أيام ربنا خير وكل أيام ربنا بركة. فإن شاء الله تبقى سنة جديدة 23 علينا وعلى كل الناس بالخير. مش هندعي المسلمين أو مش مسلمين، إحنا بنقول علينا وعلى بلادنا وولادنا وكل الناس المقيمين في مصر والعالم أجمع. والله أنا يعني لما بدعي بالشفاء حتى بدعي لكل العالم، يا رب اشفيني واشفي كل مريض على وجه الأرض. دي بقت دعواتي دلوقتي، بدعي ليل ونهار يا رب اشفيني واشفي كل مريض على وجه الأرض، كل الناس المرضى وكل الناس يا رب، ورجع كل واحد لأهله واهدي ولادنا. اللهم اهديهم يا رب، اللهم اهديهم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. يا جماعة والله العظيم حاجة يعني بجد إبهار، إبهار. هسيبكم لأن خلاص دي آخر محاضرة القادمة إن شاء الله، مادة التفسير الموضوعي، وخلاص الشيخ داخل ومش هينفع نصور أكتر من كده.
يلا اتفرجوا واستمتعوا وتعالوا شوفوا الجامع الأزهر وجماله. في ناس ما دخلتش الجامع الأزهر قبل كده، في ناس ما تعرفش عنه حاجة، فروحوا يا جماعة وتعالوا شوفوا بلدنا فيها حاجات حلوة قد ايه، شوفوا أزهرنا الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.